السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ شايفين طاجن الكفتة بالبطاطس؟ ريحته وطعمه فعلا حكاية، لازم تجربوه. اللي مجربش الطاجن ده فايته كتير. طريقته سهلة خالص وبسيطة جدا، واللي هياكله من ايدك هيشكرك عليه. تعالوا الاول نجهز للكفتة. معايا ده بقى ربع كيلو لحمة. شفتي بقى ربع كيلو هتعملي بيه وجبة. ربع كيلو لحمة مفرومة، هحط عليها بصلاية وقرن فلفل حامي او بارد مفروم كويس اوي في الكبة ناعم. هنزل بقى ببهارات معلقة كبيرة من بهارات البرجر او كفتة، بابريكا، فلفل اسمر، توم بودرة، والملح، وهبدأ وفلفل اسمر، وهبدأ ان انا اعجنهم كويس قوي مع بعضهم. افضل اعجن فيهم لحد ما المكونات تختلط مع بعضها. انا عايزة اللحمة تحس ان هي عملت زي خيط كده، تعجني فيها كويس جدا. ولو مش هتقدري تعجني فيها ممكن تديها وش في قلب الكبة دقيقة كده ولا حاجة، هتظبط معاكي وهتبقى مية مية. انا بقى كده هفضل اعجن فيها شوية حلوين لحد ما اللحمة والبصل يختلطوا كويس اوي مع بعض. ولو عندك خضرة ممكن تحطي حاجة بسيطة كده تديلها ريحة برضو وطعم. انا كده كنت عجنتها، شايفين شكلها عامل ازاي؟ انا عايزاها كده بالشكل دوت. هبدأ بقى ان انا اعملها كور، حابة ان انت تعمليها صوابع، برضو التشكيل ده يرجع لك انت. انا حبيت ان انا اعملها كور. هبدأ اكور الكورة قد الليمونة، تعمليها كور متساوية قد الليمونة كده، بتبقى حلوة وبتبقى جميلة. انا بقى بدأت ان انا اكورها. بس يا جماعة الوقت اللي احنا فيه دوت بقى الواحد بيحاول يعمل اي وجبات باقل التكاليف. جبت بقى معاكم الكفتة كده بعد ما شكلتها بالشكل دوت. هبدأ بقى ان انا اجيب صينية واحط فيها معلقتين من الزيت واسيبهم ان هم يسخنوا كويس جدا. دي خطوة مهمة عشان الكفتة ما تفكش منك، ان انت تجيبي الصينية ويكون فيها زيت وتسيبيها لحد ما يسخن قوي كده. كان ساخن معايا، بدأت ان انا انزل بالكفتة بتاعتي. انا بحمرها، عايزة الكفتة بتاعتي متحمرة، وخلي بالك منها لان هي بتتحمر بسرعة. يعني هي كانت هنا اتحمرت مني شوية بالشكل دوت. بتحمريها بقى بالشكل دوت كده، وتبدأي ان انت تطلعيها. وفي نفس الزيت تجيبي بصلاية شرايح وقرن فلفل تقطعيهم، ولو عندك فلفل الوان ضيفيه. هيديله برضو طعم حلو برضو. حطيت بقى الفلفل مع البصل واسيبهم ان هم يدبلوا حاجة بسيطة. وهبدأ ان انا يعني اسيبهم دقيقتين كده. وهبدأ ان انا اجيب معايا البطاطس بتاعتي. البطاطس دي تقطعيها بقى الشكل حلقان، صوابع طويلة بالشكل دي، بس تخينة شوية، مكعبات صغيرة بس برضو تخينة. الشكل اللي يعجبك واللي يريحك. انا قطعتها بقى صوابع بالشكل طويلة دي كده، وبدأت ان انا اشوح فيها مع البصل والفلفل ده كله في نفس الزيت اللي قليت فيه الكفتة. بقت معايا بالشكل دوت. هبدأ بقى اكون مجهزة معايا كده طماطم، ضربة طماطم في الخلاط، وانزل بيها واسيبها ان هي تغلي غلوتين. اول ما تغلي غلوتين معايا هبدأ ان انا انزل بالبهارات. معايا بقى كزبرة وفلفل اسمر وبابريكا، يعني نص معلقة كده بابريكا مليانة. ومعايا دي 7 بهارات ومكعب، واسيبهم ان هم ياخدوا كده غلوة مع بعضها. والملح والحدقية ده يرجع لك انت على حسب ما انت تحتاجي. هرجع بقى احط الكفتة بتاعتي في قلب الصينية، واسيبها تاخد غلوة واحدة بس. وابدأ ان انا اجيب الطاجن بتاعي اللي انا هحط فيه. لو ما عندكيش طاجن ممكن تحطيها زي ما هي كده في قلب الفرن. انا حبيت ان انا احطها في الطاجن. بدأت ان انا انقل البطاطس والكفتة معايا في قلب الطاجن بالشكل دوت. هبدأ بقى ادخلها واطلعها اول ما تستوي. شايفين البقللة ولا ريحتها وطعمها؟ قلب الدنيا بجد تحفة. لازم تجربوها بالطريقة دي. ولو الفيديو عجبكم ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.